أهلا وسهلا بكل المشاهدين معانا مرة تانية في صباح الرياضة. بنوصل لفقرتنا الثابتة كل يوم سبت والمشاغبات الرياضية. مشاغبات النهاردة مليئة بالتفاصيل والكواليس والأسرار والانفرادات في مشاغبات مهمة النهاردة. المشاغب دائما طبعا ناقد رياضي بالأهرام الرياضي الأستاذ طارق رمضان. صباح الفل يا صباح الخير يا أستاذ سهى، عاملة إيه؟ كله الحمد كويس؟ لله كله أنت عارفة تمام. إن إحنا في أعياد النصر طبعا، يعني طبعا. أنا عايز بس أهني القوات المسلحة أحلى شهر في المصرية. السنة. شهر العظماء، شهر العظماء. ما أنا من شهر أكتوبر فعلا. أنا عيد ميلادي كان يوم الخميس الحمد طبعا لله. سنة وأنت طيب. فشهر عظيم عقبال 100 واحنا عظماء يعني. فأنا بس أهني القوات المسلحة المصرية طبعا. عيد النصر بكرة 6 أكتوبر. عايز اقول لك على حاجه، ان العقيده القتاليه للجيش المصري لم تتغير منذ تم انشاؤه في عهد رمسيس الاول والمينا يعني لم تتغير، لكن العدو دائما يتغير. العقيده القتاليه المصريه ثابته والعدو دائما متغير. يعني انت جبتيها من ايام الهكسوس لحد الان هتلاقي العدو دايما متغير، لكن العقيده بتاعتنا ثابته. لو عايزه تتاكدي عشان تسمعي بنفسك، ارجعي لرحلة الساق المعلقة لعادل يسري، اللي هو عادل يسري في حرب أكتوبر، وارجعي في 2015 للرائد أحمد اللي حكى نفس القصة. ده فقد ساقه وده فقد دراعه، والاتنين ما سابوش مكانهم الا لما تم إخلاءهم بالأمر. يعني أنت عارفة إن يبقى، فبالتالي شوفي يعني أنت لما تقعدي 73 و2015 أو 14 تقريبا، وده جيل وده جيل، ولكن العقيدة الداخلية للمقاتل المصري ثابتة. وعلى فكرة إبراهيم الرفاعي لوحده الله يرحمه مع المجموعة 39 قتال في سبع من تم إنشائها في 68 أعتقد لحد 73. أنا عايز أقول لك إن العساكر الإسرائيلية كانوا أول ما يسمعوا كلمة الرفاعي، مش عايز أقول لك كانوا بيحصل لهم إيه. كان مقاتل من نوع خاص، اللي هو إيه يعني، يروح يأسر ويرجع، يروح يكتب لهم على الدشمه بتاعتهم او على باب المخبأ بتاعتهم انه جه. يعني انا ابراهيم الرفاعي كنت هنا. الدبابات بيتصدق لدرجه ان اللواء احمد رجائي اللي هو رئيس اركان المجموعه دي قال لي في مره في حوار معاه، قال لي كان دايما يعمل لنا مشاكل، يبقى الدبابات جايه واحنا عاملين الكمين، وبعد ما يعني خلاص تفضل دبابه يقوم يواجهها بالرشاش. كان ابن موت يعني زي ما احنا بنسميه عندنا في الفلاحين جدا. فبالتالي وما زال الابطال مستمرون وسيظلون مستمرون. فتحيه للقوات المسلحه المصريه. طبعا اكيد. ودايما بقول انه ارضنا المصريه دي على مدار السنين وحدودنا صحيح الدم غالي وشهدائنا دمائهم غاليه جدا، لكن التراب غالي. كل حبه تراب على ارض مصر ارتوت بدماء الشهداء اللي الحقيقه ارواحهم لا تقدر بثمن. ودايما يعني بننتهز بقى فرصه اكتوبر ان احنا نقدم التحيه لارواح شهدائنا. كل محافظه سواء هتلاقي امبارح كان عيد القومي الغربيه، السيد احمد البدوي ومقاتلته الفرنسيين والانجليز طبعا يعني وفي سيوه ويعني في كل، وفي المنوفيه ويعني وفي تسوق، في كل حته كده في مصر تلاقي ملحمه، وفي الصعيد وتلاقي ملحمه بيقدمها بإسماعيلية وبورسعيد والسويس وسينا وكل حته في مصر فيها ملحمه لمقاومه العدو او مقاومه الغزاة او مقاومه اي حد. الشعب ولسه الاجيال كمان شفنا اللي جاي كمان حفل التخرج اللي كان مساء الخميس، حاجه فعلا مبهره، حاجه كده ترفع الراس. الجمله اللي تم اختيارها للاحتفال السنه دي اللي هي حكايه شعب، طبعا دي فعلا حكايه شعب عظيم. لانه ما فيش بيت ما فيهوش شهيد، ولا مجند، بطل، ما فيش بيت ما الجيش المصري ده وهو جزء مننا كلنا. احنا طبيعتنا في كل حته بتحس ان احنا كل واحد في مكانه بيحس ان هو جندي مجند بيشتغل لحمايه البلد ويدافع عنها. كل واحد في كل حته بيدافع عنها بطريقته الخاصه. فتحيه للقوات المسلحه المصريه وللشعب المصري بمناسبه 6 اكتوبر. باذن الله في انتصار. ابدا لك بقى بايه؟ مراكز الشباب جاهز. صوره كده. الدكتور محمود السبروت مديريه الشباب والرياضه بالجيزه راح الوادي الجديد 450 كيلو بعيد عن الجيزه، شاف اكتر من عدد مراكز شباب وشاف وحللهم يعني مشاكلهم. والوادي الجديد انا اكتشفت انها تبع الجيزه يعني. والحقيقه الجوله المفاجاه اللي عمل فيها وقعد فيها حوالي 3 ايام
يعني شاف حاجات كتيره ومراكز شباب كتيره ده دور مهم جدا للمسؤول، ما بيقعدش انه يشوف بعينه. ايوه، لا هو كمان الدكتور السبروت الحقيقه في الجيزه، واي مشكله بتظهر في اي حته في المديريه، يعني في الجيزه طبعا المديريه بيبدا يتجاوب ويحلها على طول. الحقيقه رحله موفقه وبشكره على هذه الرحله اللي راح فيها. هل عندك اخبار عن يعني اللي شافه في الرحله، ملاحظات؟ اكتر من مركز شباب وهيئه. بصي يعني الصوره ديت راح شاف عندهم مشاكل قد ايه، راح شاف ارضيات الملاعب، راح شاف المشاكل الموجوده يحلها ازاي، وقعد مع الناس وبدا يتجاوب، والحقيقه يقدم لهم دعم كبير جدا في الفتره الجايه. عشان المحافظات الحدوديه دي دايما الوادي يعني الجديد كمان بعيد، يعني ان هو ياخد 450 كيلو بره الجيزه، يعني بعيد. رحله كانت بالنسبه له شاقه، لكن كانت بالنسبه له مفيده عشان حتى اهل البلد اللي هناك، اهل الوادي الجديد يعرفوا ان مدير المديريه مش معتمد على اداره الشباب بالنسبه لان دايما يعني عندي وجهه نظر كده انه مركز الشباب ده في اي مكان هو مش بس عشان الرياضه، مركز الشباب ده مركز الاشعاع، مركز الثقافه، مركز الحياه. الايه؟ والله بكلمه دقيقه تاني، مركز ايه؟ الاشعاع والثقافه والحضاره والحياه. ومركز كمان حاجه مهمه جدا واحنا لسه بنتكلم على اكتوبر، مركز الانتماء، ان انا اخلي الشباب اللي موجودين في المنطقه دي يرتبطوا ببلدهم. الله ينور عليكي. لكن عندنا حاجه احنا تانيه بقى. وانا بقول للدكتور سيد حسين، ازاي تقبل ان مراكز الشباب تبقى ارث تسلم من عائله، من رجل لابنائي لابناء عمه في عائله واحده؟ ازاي تقبل يا دكتور سيد ان يبقى مثلا انا رئيس مجلس اداره مركز شباب، ويبقى عمي وابن عمي وابن خالي في المديريه؟ ازاي تقبل يا دكتور سيد ان يبقى انا مثلا عضو مجلس اداره مركز شباب، وخالي في اداره الشباب اللي بتشرف عليا؟ ازاي يعني؟ ازاي يحصل ده في مراكز الشباب اللي انت بتقوليه ده في القرى والنجوع اللي هي اخطر طبعا من المدن؟ فازاي الدكتور سيد حسين وازاي سياده الوزير يقبلوا تحويل مراكز الشباب في القرى وفي المحافظات الى ايه؟ ولا حياه، مراكز قبليه وعائليه، قبليه وعنصريه وسيطره وقطاع خاص؟ لا طبعا ما ينفعش. قانون الشباب واللي بيحصل ده في القرى والمراكز الشباب الصغيره لابد ان هو يتغير. انا ايه اللي فرحني انا اغير قانون الرياضه اللي هو بقى فيه الاهلي والزمالك وكل الناس ديت الحلوين اللي هم عددهم كبير، واسيب بؤر لتهديد السلم العام وتهديد المجتمع وتهديد الشباب؟ اسيبها ليه؟ دور وزير الشباب ايه؟ هو يعمل ده. يعمله ازاي؟ يغير. ما فيش حاجه اسمها انتخابات في مراكز الشباب الصغيره، لانه الانتخابات دايما بتاتي قبليه وعنصريه، والاداره بتتستر والمديريه بتتستر. مش ممكن تواجه بعراقيل صعاب. لا في دايما مراكز الشباب اللي بقى 300 و400 دول، الاعضاء الجمعيه بتاعتها 300 و400 و500 و1000 دول تعيينين. ما انت مش شرط تجيبهم من البلد، هاتهم من حته ثانيه، هاتوا من حته ثانيه ويتعين حد فاهم اداريا. ايوه طبعا، لان هديله فلوس، لان هديله برضه ايه؟ فلوس، فيدير. ما نفعش يبقى ماشي بعد سنه وجيب طقم ثاني. لكن طالما هي انتخابات يا استاذ سهى، وطالما انا بطلع من البلد اقعد في البلد، يبقى بقى نوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه في البلد. يعني انا هقول لك على حاجه، احنا كان عندنا، وانا بشكر الدكتور سمير كرم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالمنوفيه على قراره، بس انا هراقب. انا ما جبتش معايا الاوراق في القضيه ديت. ليه؟ لان هو وعدني ان القضيه دي خطورتها في حاجه، قضيه بقى بين قريه اسمها او بلد سيد ابو شاره وبلد اسمها الصراوه. سيبك بقى من صراوه بيشتكي ان هو اتضرب في عندهم دوره لكن الخطوره ان يتسرب محضر اجتماع لمركز شباب سيد ابو شاره في ارقام ماليه، في ارقام ايه؟ ماليه. فتاخدوا صراوه وتبدا تتكلم عليه لان حقها، ومركز شباب سيد ابو شعره يقول لهم مالكوش عندي حق. فاصبح في خناقه ما بين بلدين، شباب سيد ابو شعره وشباب مين؟ صراوه. الاداره في اشمون تعمل ايه بقى؟ تتستر. هم سامعين في 3 دقائق اتعمل محضر واتعمل 3 دقائق
ده وجات الشهود وقالوا للدكتور حسن بدر اللي هو وكيل الشباب مفيش اي حاجه خالص، زي الفل. تمام؟ لا مش زي الفل. على الارض ممكن ده يعمل مشاكل، ده كارثه ومصيبه وتعمل كوارث. والدكتور سمير وعدني ان هو هياخد الملف كله يحقق فيه في المديريه. بس السؤال للدكتور سمير كرم، هتقدر على اداره اشمون؟ هتقدر على الاستاذ احمد ربيع اللي هو ماسك التفتيش المالي اللي هو من اورس، اللي هي تخيلي بقى واحد ماسك التفتيش المالي ومن بلد في اشمون، مركز الشباب بتاعه لو راحت له لجنه تمام بيطلع التقرير ايه؟ زي الفل. فليه تعين ليه تعين موظفين من نفس البلد من نفس المركز؟ ما بتوع اشمون يروحوا منوف وبتوع منوف يجوا اشمون. على الاقل مش هيبقى عيله، مش هيبقى ورث، مش هيبقى هيشتغل، لان بتاع منوف ما يعرفش حد فهيشتغل بما قاله القانون. لكن بتاع اشمون ده ابن عمه ده وبلده ديت وابن خاله. تخيلي مثلا من ساقية ابو شعره في 5 في الاداره منهم بتوع سراوه، في 2 منهم بتوع ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا في ورث؟ طب الدكتور سمير هيقدر ولا هيقولوا لي الاجابه المعتاده كل شيء سليم، كل شيء تمام، كل شيء زي الفل؟ ما يزعلش. انا هستنى. بتيجي في بالي دلوقتي يعني جمله شهيره جدا، يعني عفوا لو كانت مناسبه او لا، الورق ورقنا. الله ينور. والله العظيم اللي انت بتقوليه ده حصل. ده الورق اهو. بصي انا ما جبتش يعني الورق ليه؟ ده ورق تاني يعني، ده بتاع قضيه تانيه. انا ما جبتش الورق بتاع القضيه دي ليه؟ قلت استنى الدكتور سمير لما يرد عليا، والراجل اتحرك وقال انا هاخد الملف واحقق فيه في المديريه. بس انا على يقين بنسبه 90% من الاجابه، وان الدكتور سمير كمدير وكيل وزاره هيعمل ايه الراجل؟ هو عنده قانون. هيعمل ايه؟ ما دام الورق جاي لي كل القانون. ايوه الورق جاي لي كل شيء حلو وكل شيء لطيف، انا هعمل ايه؟ بس الخطوره ما يحدث ما بين الشباب ده والشباب ده. ما يحدث، واللي انا بحذر منه الدكتور سمير، ما يحدث من شباب سراوه وشباب سراوه. طب اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. هو دكتور سيد حزين ما فيش ورث في مراكز الشباب، ما فيش حاجه اسمها وكيل مديريه يبقى ابن عمه وابن خاله رئيس مجلس اداره وتسطر عليه. ما بقاش في حاجه اسمها وكيل مديريه او موظف في المديريه او موظف في الاداره ويبقى عمه رئيس مجلس اداره شباب وعضو مجلس اداره شباب وتطلع التقارير فله شمعه منوره ما عندناش حاجه، وهو عامل كوارث. وانا عايش باب صعب جدا وراه حاجات كتيره جدا محتاج يتفتح. كوارث. باب محتاج احنا بندفع ثمنها والله شتايم لكن ايه ولا بيهمنا القصه دي طالما ايه احنا على الحق بالظبط. ولو دكتور سيد عايز اسماء نقول له الهدف الاساسي انه مركز الشباب يكون اسم على مسمى، يكون اللي انت قلتيه، يبقى مركز ثقافه واشعاع وحضاره وانتماء ورياضه، كل ده بالظبط مركز الشباب في اماكن في امس الحاجه، يعني مبادره حياه كريمه بالظبط، مش جزء منها، جزء منها بس الشباب. بس في حته كده صغيره في القصه دي مش هنحكيها، بقولها لك بعد الهوا في القصه دي، بس ايه هنبقى نقولها في وقتها، هنبقى نقولها في وقتها. فبالتالي بس ايه عشان نقفلها اهو، لا يجوز انه يكون ورث، لا يجوز انه يكون قطاع خاص، لا يجوز ان الناس تبقى شغاله في اماكنها زي الفل وبتدار على بعض. وانا منتظر الدكتور سمير الاسبوع الجاي لو ما عملش حاجه او ما قدرش، وانا هبقى عذره فعلا. تمام، هعرض لك القصه كلها واللي حصل والروايه وننقلها بقى نشوف ايه الجهات اللي تقدر تحقق في القصه دي، لانها مش حكايه مركز شباب مع مركز شباب، حكايه بلدين بشبابهم واقفين قصاد بعض، وممكن يبقى في مشاكل، في كوارث. اروح لك بقى للانفراد. في حاجه مهمه جدا، انفراد فعلا، لان انا ما شفتش اي شاشه اعلاميه بتتكلم في النقطه دي، لكنها حصلت تقريبا من 48 ساعه، تغيير في اللائحه الماليه للهيئات الرياضيه، طبعا انديه واتحادات. الله ينور عليك. احكي لي بقى. ولا حد هيقدر يطلع يتكلم في القصه ديت الا احنا، يعني القناه الشجاعه الوحيده اللي بتطلع تتكلم في القصص اللي هم بيسكتوا عنها او المسكوت عنها. احنا فوجئنا من 4 ايام بالظبط ان اللائحه الماليه للهيئات الانديه والاتحادات تم تغييرها، مش كلها، هم في حوالي بعض البنود يعني هم 7 صفحات بحوالي كذا ماده يعني. سيبك من كل التغييرات اللي حصلت، انا عندي مادتين اللي وقفنا فيهم يعني
مع يعني في صديق ليا انا حتى ما اعرفش اقول اسمه ولا ما اقولوش، وقفنا نتناقش في المادتين دول. ماده انا هسيبها النهارده ليه؟ لان احنا محتاجين مزيدا من المناقشات فيها، وانا وصديقي العزيز ده. ليه؟ لانه الماده دي لا اما تاخد الانديه وتطلع السما ويبقى احنا في رياضه جديده تماما، واحنا محتاجين للماده دي، واللي احنا كنا بنقوله بقى اللي هو ايه، الاستثمار بقى، وهل احنا خاص ولا عام ولا شكلنا اجابه ايه؟ سؤال احنا عايزين ايه من الانديه؟ ايوه الله ينور عليك، هويه الانديه. ايوه. فهل الماده دي، فعشان كده ايه انا هسيبها الاسبوع ده، وان شاء الله الاسبوع الجاي ايه نكون وصلنا في المناقشات، لان انا شايفها هايله تمام، وهو شايفها خطره. يعني هو شايفها خطر وانا شايفها هايله، فاحنا الاثنين عمالين ماسكين في خناقه بعض انا وهو بنتناقش، وهو احد الخبراء الجامدين اللي انا دايما بثق في ارائهم، والحقيقه بيفيدني انا شخصيا في كل اللوائح والقانون. لكن الماده بقى كام يا استاذه سهى؟ الماده الثانيه تضاف فقره اخيره للماده دي في التعديلات، اطلع لي بيها ونبع على الهواء. تضاف فقره اخيره للماده 97 من اللائحه الماليه للهيئات، تمام، بالقرار رقم 159 سنه 2021 على النحو التالي، تمام، دون الاخلال بنصوص المواد 1 و9 و21 من قانون الرياضه، ومع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجنائيه. سيبك بقى من يكون كل عضو من اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي مسؤول، الكلام ده كله ده زي الفل عادي. بص يا ستي بقى، الجزء الاخطر بقى، ولا يجوز، ركزي بقى، تمام، ولا يجوز لمن سبق له شغل عضويه مجلس اداره او من الهيئات الرياضيه وسبق احالته للنيابه العامه لاتهامه في احدى جرائم العدوان على المال العام فيما يخص اموال تلك الهيئه، وثبتت ادانته بحكم قضائي أو تم التقرير في القضية المتهم فيها بأي وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، تمام؟ يعني إيه؟ لو اتحكم عليه أو المحكمة أو النيابة قالت له إيه؟ تم الحفظ لعدم الأهمية. لاحظ الجزء ده اللي هو إيه؟ الجزء الخطير. حكم قضائي خلاص واضح، ده 100%، ده تمام. لكن إيه؟ طب لو النيابة قالت إن الراجل ده بريء، او مثلا او لعدم وجه، ما فيش اهميه للقضيه دي وحفظت، نعمل ايه؟ قال لك بقى، هو جايب حته قوي بقى، بصوا، لعدم الاهميه لجبر الضرر الترشح لعضويه مجلس اداره اي، هو قايل لا يجوز فوق، لا يجوز لا يجوز الترشح لعضويه مجلس اداره اي من الهيئات الرياضيه لمده دوره انتخابيه كامله من تاريخ صدور الحكم او قرار النيابه. معناها ايه بقى؟ بنستعد طبعا لانتخابات في كل الاتحادات الرياضيه. ايوه بس خدي بالك بقى الجزء ده، تمام، يعني معناها اللي اتقدم في التوقيت ده، ايوه اللي اتقدم، خلي بالك دي نشرت في الوقائع المصريه، يعني بيتعمل بيها من 4 ايام بالظبط. يبقى كل رؤساء ساريات النفاذ، كل رؤساء الهيئات، هل انا هسال رؤساء ولا اعضاء رؤساء ولا واعضاء مجلس الاداره كله، كل مجلس الاداره، كل من تم تقديم ضده بلاغ في النيابه وحفظته يمنع من الترشح في الدورات الجايه؟ هل قبل الصدور ولا بعد الصدور؟ بعد صدور قرار النيابه. لا، ما هي كده خلاص اتطبقت، يعني تطبق على الانتخابات القادمه. لا، الانتخابات القادمه لانها دخلت انا فاهمه يعني البلاغ قصدك. مالناش دعوه بتاريخ البلاغ بقى، باثر رجعي. هل، ما انا بسال على كده، اي حد يتقدم فيه بلاغ حتى لو بعد 3 ايام، قبل 3 ايام من الصدور، ما هو ده السؤال، هيطبق على اعضاء مجلس الاداره ورؤساء الاتحادات ورؤساء الانديه اللي هيترشحوا، ولا بعد اللي هيتقدم دلوقتي؟ طب لو اتقدمت بلاغات دلوقتي ضد رؤساء انديه او رؤساء اتحادات او اعضاء مجلس اداره اتحادات، والنيابه خدت قرار فيها او ما زالت او عدم الاهميه، بعدم الاهميه، والراجل ده بريء، مصيره هيكون ايه؟ مش هيترشح لمده 4 سنين. حلو قوي. موضوع مهم وخطير جدا. تعالي بقى اربطي بقى ما بين الماده دي وبيان اتحاد الكوره اللي طلع بعد احنا ما اتكلمنا على ايه؟
الحلقه اللي فاتت اللي هو قال لك فيها ايه يا استاذه سهى؟ ان الجمعيه العموميه 3 اسطر الجمعيه العموميه العاديه لاتحاد الكوره 10 ديسمبر وسكت. ما احنا عارفين ان في بند مجلس اداره جديد، في بند انتخابات. طب سكت ليه؟ طب فين بيان الجمعيه العموميه؟ طب فين بنود الجمعيه العموميه؟ طب فين فتح باب الترشح؟ طب فين اللجنه الانتخابيه اللي هتقبل الطلبات؟ طب ما فيش. ما يمكن هيكون في بيان ملحق بيوضح. اللائحه بتقول 75 يوم على ميعاد الانتخابات. 75 يوم. النهارده 5 اكتوبر. ده ما فيش. انا بسال على كده. ما فيش 75. ما اعلن. هل البند ده هو الذي اوقف القصه في اتحاد الكوره؟ هل مثلا الاستاذ احمد مجاهد هيكمل نزوله ولا خلاص؟ طيب الحاج محمود الشامي اعلن امبارح انه هينزل فين؟ اذا كان احنا ما فتحناش، اذا كان خلاص ما كده فتحناش باب الترشح 10 ديسمبر، احنا ما فتحناش اصلا باب الترشح ومحدش يعرف بقى. المهندس هاني ابو ريده بيقال انه هينزل ومعاه النائب الاستاذ محمود طاهر، ويقال الاستاذ محمود طاهر رافض. طيب البند ده بقى ارجع بند تاني، اخباره ايه مع رؤساء الاتحادات التانيه اللي هي بتاع باريس بقى اللي احنا سايبينها؟ وهجيلك دلوقتي في قصه اتحاد السكواش وعلي رحمه، اللاعب علي رحمه، قصه لطيفه هنحكيها في الاخر. هل البند ده له علاقه بشروط الترشح؟ له علاقه بالاختيارات؟ له علاقه بالانتخابات ولا ايه؟ اكيد طبعا ارجع له بند تاني، ده 100%، لانه ما فيش رئيس هيئه، لانه توقيت تغيير البنود مهم جدا. ايوه، لان يا صاحبي ما فيش رئيس هيئه في مصر ما تقدمش فيه ايه؟ بلاغ لايه؟ لاهدار المال العام او تصرف. يعني مثلا احنا في جرين هيلز تقدم نادي، تقدم حاجات كتير قوي هنبقى نحكيها برضه. في اتحادات متقدم فيها، في يعني اللجان اللي بتنزل، اللجان اللي بتبعتها وزاره الشباب والرياضه ديت اللي هي بتحط التقرير في الدرج دي عامله كارثه. طيب لو واحد قدم دلوقتي يعني مثلا جه المهندس احمد مجاهد نزل مع كل احترام والتقدير يعني، وياما اصلا شفنا دعوات قضائيه مقدمين فيه يعني مقدمين فيه بلاغات ومقدمين في الثاني بلاغات بالزبط. والنيابه قامت واخده البلاغات دي وحققت وطلعت قالت ايه على طول؟ ما فيش حاجه. ده يحدد الانتخابات يعني طبعا. عدم القانونيه. طبعا. مين بقى اللي هي ايه؟ انا بتكلم بقى طيب النهارده يبقى كله ايه؟ يمتنع، صح؟ ايه؟ يمتنع. فبالتالي مش المفترض انه الفيصل هو قرار المحكمه او قرار؟ لا، ما دي اتشالت بقى. دي كان قبل كده حكم قضائي نهائي بات، يعني ايه؟ واخد كل الدرجات. ارجع تاني، دي مش موجوده. وقال لك لا يجوز، او عدم وجود عدم وجه لاقامه الدعوه. يعني ايه؟ يعني انت خدت حكم خلاص، وحتى في الحكم قال لك حكم قضائي، ما قالش بات. وتحقيقات النيابه جزء من الحكم القضائي. مدى قانونيه ودستوريه البند ده؟ عادي، دستوري طبعا. دي في اللائحه الماليه. تمام. واللائحه الماليه دي الوزير بيلجأ لها لضبط اعمال المؤسسات اللي احنا قلنا عليها انا وانت ايه؟ انا بابا. فهو عايز يقول ايه؟ ومصير الانتخابات الجايه دي ايه؟ مع كل بقى التصنيف والدعايه. بقول لك دي اللي احنا اتكلمنا فيها دي واحده من الاثنين الاخطر في التعديلات القانونيه او تعديلات اللائحه الماليه اللي حصلت، واحنا على فكره والله العظيم عارفينها بالصدفه. يعني بالصدفه، يعني لا حد اتكلم عنها، وانا عايز اقول لك ان مفيش قناه تتكلم عنها الا القناه دي، سواء في برامج بس هي أخرى. نقطة مهمة جدا جدا. ده خطر قوي بشكل مباشر كل الانتخابات. اتمنى بقى النقطة دي تمام تبقى في اللائحة المالية للهيئات الشبابية اللي هو مراكز الشباب. يعني زي ما عدلت الأندية عدل لائحة مراكز الشباب بقى عشان تعرف تظبط الايه القصة بتاعتك اللي انت عارفها. انا عارف ان طبعا الوقت بيجري الوقت بيجري. هروح بقى لايه الاستاذ مدحت سليمان
كتب على صفحته، ده مدرب رفع اثقال، بيقول لما رئيس جهاز رفع الاثقال بنادي الترسانة يطلب منك تدي لاطفال 10 سنين منشطات وانت ترفض، يقوم يشيلك من الجهاز وحاطط لاعب موقوف منشطات مدرب في الجهاز. ايه بيحصل كده في نادي كبير بحجم نادي الترسانة؟ ده قايل على صفحته واحنا جبنا ده خطر جدا. بيقول لك يا ريت الوادة المصرية لمكافحة المنشطات تروح تحلل لأطفال نادي الترسانة لرفع الأثقال، أولياء الأمور غلابة ومش فاهمين حاجة فاكرينها فيتامينات. يا نهار ابيض، الموضوع خطير جدا. على نادي الترسانة ان هو يرد. انا مش هشرح بقى، ما هي شرحه لا لوحدها. هي واضحه جدا. هي شرحه الكابتن مدحت سليمان. هي وهو مدرب على فكره. اخر حاجه عشان طبعا انا الوقت خلاص. طبعا انا لازم اسمع رايك على القمه امبارح. ايوه، ما احنا جايبين بقى. انا نادي المقاولين الحقيقه جاب معد نفسي للاعبات. اطلع بقى بالصور، معد نفسي للاعبات، تمام. واتحاد الكوره جاب معد نفسي للحكام. المعد النفسي بتاع نادي المقاولين قعد 3 محاضرات، استاذ ورئيس قسم، يعني البنات استفادوا منه كويس قوي. بتاع اتحاد الكوره قال له لو لاعب شخط فيك قول له بليز ما تشخطش فيا. ولو المدرب، والله بكلمك جد، نص ساعه وكان مراقب زميلهم، يعني هو المعد النفسي، يعني شايف الفرق ما بين الاثنين. لكن في نادي المقاولين ده شغل حلو. هات لي بقى الصور، جايبين مصور يا استاذ سهى، هات لي الصور والنبي. الصور فلان، بصي، لا انا شايف وشوش البنات. هات بقى الصوره الثانيه، يعني بصي ده تدريب. شايفه حاجه؟ يعني انت بتصرف ايه اهميه اصلا؟ لا ده مصور، ده ميديا. الاهلي بقى اطلع بقى، يعني الاهلي والزمالك والفرق الثانيه بروفيشنال. اما بتشوفي الصوره كامله، وش البنت عارفه ان دي حبيبه كذا ودي كذا. لكن هنا جايبين مصور. بصي دي حتى الصوره عامله ازاي. ده انت تقصد في في التدريب نفسه. يعني ما انا ناشر حاجات من التدريبات في النادي الاهلي والتدريبات في الزمالك والتدريبات في زد والتدريبات في توت عنخ امون. في مراكز اعلاميه ده دورها. لا ومصور يعني المصور هديله كام؟ يعني 500 جنيه 1000 جنيه ويصور لي صور حلوه. يعني هنا مثلا ايه، رحمته دي نجمه الفريق، لاعبها في المقاولين جامده جدا، مهاجمه، مش شايفها. تغريد كابتن الفريق تغريد الشحات مش شايفها. شاذة مش شايفها. حنان مش شايف. يعني في عبير حجاج المهاجمه مش شايفها. المدرب كابتن هبه رزق مش شايفها. فلازم يجيب ايه؟ زي ما بتصرف كتير. انت مشكلتك في ايه دلوقتي؟ عايز تصوير، مصور يصور في نادي ايوه التصوير يبقى حلو عشان تقدري تاخدي صوره تعرضيها. لكن ارجع بالصوره بتاعه التدريب. طب انا شايف مين فيهم دول؟ طب وهي دي الصوره الوحيده؟ لا دي احسن صوره. ده انا واضح انه ده حد مصور. ده في صوره بالموبايل بتاعه. لا مصور. ده في صوره في المحاضره جايب البنات من هنا. وكمان المحاضر اللي هو الدكتور، والله قعدت هات لي اشوف وشه حتى عشان اقدر اجيب معلومات عنه. يعني انت بتصرف كتير، واللي جاي على المصور بتاع الفرقه اللي هو يعمل لك سوشيال ميديا ويعمل لك انتشار ومستخسر فيه 500 جنيه. ماتش امبارح القمه يعني ده اللي احنا انفردنا بيه قبل كده. اهو بصي ايه ده بقى. طب الراجل الغلبان اللي واقف ده الدكتور ده، ما هو عارف انت يعني فاكر لما كان بيقول لك اصل انا خدتها توتاله؟ لا زي عبد السلام النابلسي. ده توتاله. ايوه توتاله. اكيد فيك والله ابدا انا كلوز اب يعني. والله ابدا انا على الصفحه. انا مفيش كل الصور كده جايبها على الصفحه. بتعب عشان اجيب صوره زي كده. هو طبعا ده يعني انت عارف الصوره بتاع الفرقه اللي هي واقفه، اللي هي الصوره الجماعيه دي. قص حارس المرمى جايب، يعني قلت دي اكيد حارس، لان كتف البنت هو اللي ظاهر، اكيد دي حارس المرمى. قص حارس المرمى، والله بكلمك جد، ابقى اجيبها لي. يعني اللي بيقع تحت ايد المشاغب يعني مش ممكن. ماتش انا عايز اقول لك على حاجه. قناه النيل الرياضه من 3 سنين مش احنا اللي كنا بننفرد باخبار الكره النسائيه؟ طبعا. وياما خدنا معارف الكره النسائيه. دلوقتي كلهم بيتكلموا في الكره النسائيه، يقول لك نحن الاول اللي هم ما كانوش بيقربوا على الكره النسائيه. ماتش امبارح النادي الاهلي انا متوقعه قبلها، بس بالعكس بقى انا استغربت امبارح ازاي الاهلي ما يفوز على الزمالك 6. فاز 2 6 كواليتي مختلف. عندهم الاهلي عنده شويه لاعبات بسم الله ما شاء الله جامدين. البنت الامريكيه الجناح ديت فظيعه. عندهم خط نص هايل، عندهم دفاع
مثلا في الباك اليمين انا طبعا بحب اشوف مين المنافس. رودينا طبعا عبد الرسول مش هتلاعب ساره كارت الفلسطينيه اللي هي من عرب 48 لان كواليتي لعيبه منتخب. في قصه رودينا بقى كابتن عادل حسين امبارح طلع وقال لك احنا هنشتكي النادي الاهلي عشان رودينا. انت عارفه مشكله اتحاد الكره ايه؟ ان الاهلي معاه ورقه، الورقه دي بتقول ايه؟ لا عقوبات. لا ايه؟ عقوبات. يعني معناها نفى الكل ولا نفى الجزء؟ نفى الكل. بمعنى نفى الانذارات، نفى الطرد، نفى العقوبه الانضباطيه. يعني النهارده اتحاد الكوره بالورقه اللي مع النادي الاهلي افتح بقى القضيه لو انت جامد. عيب بقى ان يكون بص عندنا دوري ممتاز وعندنا درجه ثانيه وعندنا درجه ثالثه وما عندناش لجنه لاداره المسابقات دي. لجنه بيديرها طبعا الاستاذ احمد عبد الحميد اللي وقع في مشكله امبارح بين انبي وبين ديلفي. انبي راح وديلفي راح وقفوا في الملعب. انا شفت على صفحتك كتبت حاجه غريبه جدا الحقيقه. الملعب متأجر. الاكاديميه حلفت ما هي طالعه وفضلت الحكمه ساعه وربع. وقبل ما تكتب الغاء حد قرب منها وقال لها ايه؟ يعني استني ما نشوف الحاج عامر، اصل احنا كنا باعتين طلب تاجيل. تخيلي يعني فرقتين حتى الفرقه اللي هي مستضيفه ما عندهمش فكره مقدمين طلب تاجيل فما تاجلش الماتش ليه؟ ما عندهمش فكره بالقرار اتاخد ولا ما اتاخدش. ما فيش اصلا طلب تاجيل. هم هيبعتوا طلب تاجيل امبارح. ما هو ازاي انت باعت طلب تاجيل وفرقتك جاهزه وهتلعب المباراه؟ فما ينفع. بس ايه؟ انبي طبعا الحاج عامر. ايه بقى؟ انبي الحاج عامر ما بيحبش الاستاذ ايمن الشريعي، فهتلاقي فجاه الاستاذ احمد عبد الحميد. اصل لازم النتيجه كده وانت مغمضه 2-0 الانبي وانت مغمضه. لكن طبعا الاستاذ احمد عبد الحميد هيدور على الطلب ويطلع يقول لك ايه؟ المباراه دي مؤجله وتتلعب فيما بعد. المشاغب دائما يعني اعتقد كواليس ونكهه مختلفه لاي خبر احنا بنتابعه طول الاسبوع. استاذ طارق نورتني وشرفتني ويعني جهز نفسك بقى ان شاء الله الحلقه الجايه يبقى عندنا الانفراد الثاني في حاجات جديده ان شاء الله. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.